صورة درامية شهيرة التقطت عام 2007 يظهر فيها ميسي وهو يحمل طفلا يبلغ من العمر 5 أشهر يدعى لامين يامال، وهو الآن لاعب دولي في إسبانيا. هو في الحقيقة الأمين جمال، أباه مغربي وأمه من أصول إسبانية، كلاهما مسلمين. في ديسمبر 2007 قرر نادي برشلونة بالتعاون مع اليونيسف أن يفرحوا الأطفال في كاتالونيا بالسماح لهم بلقاء اللاعبين النجوم، وأخذ صورا معهم. ولحسن الحظ قام والدا لطفل يبلغ من العمر 5 أشهر يدعى لامين يامال بالتسجيل، وفاز باليانصيب. في أحد أيام شهر ديسمبر تمت دعوتهم إلى كامب نو معقل برشلونة، وقابل ميسي الذي لم يكن نجما مكتملا بعد، وحمل ميسي الطفل والتقطت هذه الصورة وكأنها للمستقبل، وكأن ميسي يقول هذا سيكمل مسيرتي في برشلونة من بعدي. في مدينة كاتالونيا عندما ذهب رونالدينيو قالوا انتهى برشلونة، فجاء ميسي وعذب أوروبا عن بكرة أبيها، وعندما رحل ميسي قالوا انتهى برشلونة، فظهر يامال ونشر الرعب في القارة العجوز بأكملها وهو في عمر 17 سنة فقط. ولكن كيف بزغ نجم يامال؟ قبل سنتين المدرب تشافي أشرك طفل من الدكة عمره 15 سنة، وكانت بداية قصة يستحيل أن تنتهي على أوروبا وأنديتها بالخير. لاعب مؤثر ولديه قدرة على قلب المباراة بأي دقيقة، 17 عام، وبمجرد أن يستلم الكرة تشعر أن هناك كارثة على الخصم ستحدث. والآن أصبح أفضل من كل مهاجمي الدوريات ال5 الكبرى ولا يقارن بأي أحد.